مبروك جمهور برشلونة، نعم مبروك رغم الخروج من الكاس. كم فريق بأوروبا يقدر يلعب هذه الهوية الفنية ويصنع فرص وتكون عنده الإيمان بحظوظه انه يلعب ضد نادي مثل اتلتيكو مدريد خسران 4-0 ويخلق كمية فرص مرعبة. انت دخلت هذه المباراة بظروف مستحيلة، ديونغ غايب عنك بنص الملعب، ليفا غير موجود. اثناء المباراة الباكات كوندي وايضا بالدي تعرضوا الى اصابات، رحت دافعت بالثلاثة، جيرارد مارتن القلب راح يسار. هذا غير ان اراوخو يتحول الى مهاجم وتحول راشفورد يسار وتغير مكان رافينيا انه يلعب على الجهه اليمين مع لامين يامال، ومع هذا كنت ممكن تتاهل الى اللحظات الاخيره لولا تصديات خوان موسو. لذلك الف مبروك. احنا كجمهور لما نتابع كره القدم نتمنى انديتنا تلعب بهذه الطريقه، على الاقل في شكل واضح، في مهارات. اليوم لامين يامال اعطاك ليش هو واحد من افضل مواهب العالم، مراوغاته الفرديه ضد لوكمان ضد هانك وضد روجيري شيء لا يمكن وصفه، وبيدري بنص الملعب. لذلك التفاصيل حرمت برشلونه، لكن كفريق والله ارفع القبعه لهم.